لاعبين رفضوا الانتقال لمانشستر يونايتد. صلى على النبي. اول لاعب معانا هو الهولندي فرينك دي يونج، لاعب وسط برشلونه حاليا. وقت الفيديو ده رفض دي يونج الانتقال الى مانشستر يونايتد بحجه ان هو بيلعب لافضل نادي في العالم وهو برشلونه، وطبعا نادي برشلونه كبير ما فيهاش كلام علشان جماهير برشلونه ما تزعلش، وده السبب المعلن حاليا. ولكن الصحافه الانجليزيه بتؤكد ان ازمه الهولندي علشان الرواتب بتاعته المتاخره عند برشلونه، وطبعا لو ساب برشلونه هيفقد كل امواله دي. اما عن اللاعب الثاني فهنرجع بالزمن شويه لزمن الدوري الايطالي الجميل، ومعانا الايطالي ديل بيرو. قال السير اليكس فيرجسون ان ديل بيرو هو اللاعب الوحيد اللي كان هيتجنن منه انه مش عاوز ينضم لمانشستر يونايتد. في عام 2003 طلب نجمي اليونايتد راين جيجز وجاري نيفل من فيرجسون التعاقد مع ديل بيرو، وده بيثبت لك قد ايه انه كان نجم وقتها وكان مكسر الدنيا. ولكن ديل بيرو رفض، وتكرر العرض تاني سنه 2006 لما اليوفنتوس هبط للقسم الثاني. قال فيرجسون ان هو تواصل مع وكيل اللاعب واكد ان هو كان عاوزه في اليونايتد، وريال مدريد كمان وقتها كان عاوزه. ولكن ديل بيرو قال له انه لا يمكن ان هو يسيب اليوفنتوس في الوقت الصعب ده، وان هو لو ساب النادي في الوقت ده هيحس ان هو جبان. الله عليك يا ديل بيرو وعلى اخلاصك. نسافر للبرازيل الى بلد السامبا واللاعب الممتع رونالدينيو. كان السير اليكس فيرجسون معجب جدا بالموهبه البرازيليه، كان بطل العالم وقتها مع السيليساو سنه 2002 وبطل اوروبا مع برشلونه سنه 2006 وافضل لاعب العالم في 2004 و2005. في الوقت اللي انتقل فيه رونالدينيو لبرشلونه سنه 2003 كان مطلوب في مانشستر يونايتد، لكن الانتقال لم يتم. وقال رونالدينيو 48 ساعه بس هي اللي غيرت كل شيء، وقال ان كان في اتفاق مع مانشستر يونايتد بالفعل، ولكني في النهايه اخترت برشلونه. وقال البرازيليون يحبون برشلونه. ونروح على انجلترا وعلى لاعب من افضل هدافين الدوري الانجليزي على الاطلاق، ألين شيرر، من اهم واجمد المهاجمين الانجليز في التسعينات، ويعتبر واحد من الاسماء الكبيره اللي رفضت مانشستر يونايتد. كان بيلعب شيرر في صفوف نادي بلاك بيرن، وحقق معاه لقب الدوري الانجليزي الممتاز سنه 1995 قبل ما ينضم الى نادي نيوكاسل، وهقول لك ليه كمان شويه. ورغم من توصل شيرر لاتفاق مع اداره مانشستر يونايتد الا ان شيرر فضل الانضمام لنيوكاسل، لان رئيس بلاك بيرن جاك ووكر وقتها اللي كان بمثابه اب روحي لألين شيرر ما كانش بيحب مانشستر يونايتد بطبيعه التنافس اللي بينهم، ونصحه ان هو ما يروحش اليونايتد، وقال له يا ابني فكك من اليونايتد وروح نيوكاسل. وبالفعل سمع كلامه ألين شيرر ويروح مع نيوكاسل ويبقى اسطوره نيوكاسل. لو ما تعرفش المهاجم ده لازم تبحث عنه، جامد جدا. صلى على النبي يا عم، صلى على النبي. الشاب الويلزي اللي كان مكسر الدنيا جاريث بيل. رفض الويلزي لما كان في توتنهام وقتها سنه 2013 الانتقال الى مانشستر يونايتد، وفضل عليه مين بقى؟ نادي ريال مدريد. قال جوناثان بارنت وكيل اعمال بيل لصحيفه اس الاسبانيه ان كان بيل قريب جدا من الانتقال الى مانشستر يونايتد، لكنه فضل الانتقال الى ريال مدريد. وقال كمان ان اليونايتد كان مقدم عرض اعلى ماليا من ريال مدريد، ما كانش اعلى قوي، ولكن بيل فضل النادي الاسباني. ونروح على الموهبه البلجيكيه اللي كان عامل اداء جامد جدا مع تشيلسي، واول ما انتقل الى ريال مدريد نام في الخط. لا، نام في الخط جامد قوي، مش فالح بس غير ان هو ياخد بطولات من غير ما يشارك من كتر اصاباته. اكيد طبعا انتوا عرفتوه، البلجيكي ايدن هازارد. هازارد هو كمان رفض الانتقال الى مانشستر يونايتد. هازارد اوقات ما كان في تشيلسي سنه 2018 كانت الصحف كلها بتتكلم ان هو هيروح مانشستر يونايتد، وكمان مورينيو وقتها كان عاوز يتعاقد معاه. صحيفه اكسبريس الانجليزيه كانت منزله فيديو عن هازارد وهو بيحلق شعره كده، وسالته سؤال صريح يا ابو الكباتن: هل من الممكن ان تنتقل الى مانشستر يونايتد؟ ضحك كده وقال لها لا والله. وبعدها بسنه انتقل الى ريال مدريد، وانت عارف الباقي بقى يا ابو الكباتن، علشان تبقى افشل صفقه تقريبا في تاريخ كره القدم. هازارد لم يقدم اي شيء حتى وقتنا هذا مع ريال مدريد. الفايكنج النرويجي الافاتار، اكمل تاني ولا كفايه كده؟ ايرلينج هالاند. رفض النرويجي ايرلينج هالاند في شتاء 2020 انه ينتقل الى مانشستر يونايتد، وهقول لك ليه دلوقتي. وقت ما كان بيلعب في صفوف سالزبورغ النمساوي جاله عرضين من بروسيا دورتموند ومانشستر يونايتد، ولكنه فضل بروسيا دورتموند الالماني عليه. ورد هالاند على سؤال مشهور عن تفضيل بروسيا دورتموند على مانشستر يونايتد، وقال هذا سؤال مضحك، اخترت دورتموند لانه حس ان هو مكانه المفضل، وقال ان هو نادي كبير وبيحبه جدا. واكد كمان رايولا وكيل اعمال هالاند ان هالاند رفض الانتقال الى مانشستر يونايتد وفضل بروسيا دورتموند عليه. ما هو بعد اللي عمله روي كين في ابوه يعني ما ينفعش يروح خالص، ده طار قديم يابا، امال ايه. ونروح لنجم الماني توني كروس. في سنه 2014 فرحت جماهير مانشستر يونايتد جدا بسبب اقاله المدير الفني السابق للفريق ديفيد مويز، ولكن ما كانوش يعرفوا ان بالقرار ده هو سبب فشل صفقه توني كروس. توني كروس بنفسه قال ان العقد كان جاهز وكل شيء في السنتريك، مش فاضل بس غير امضته، ولكنهم اقالوا ديفيد مويز، وجاء بعده فانجال وتعقدت الامور تماما. وبعد كده جاء كاس العالم واتصل بيه انشيلوتي، وطبعا انشيلوتي لما يتصل بحد خلاص كده خلصت، وفضل ان هو ينتقل الى ريال مدريد وما يروحش مانشستر يونايتد. يا ريت تكتبوا لي في التعليقات هل في لاعبين تانيين رفضوا الانتقال الى مانشستر يونايتد. هستنى كل تعليقاتكم وهرد عليها. سلام.